ازيك يا شباب، ازيكم يا ناس، ازيكم صحابي يا اخواتي، عاملين ايه النهارده؟ اولا مش ملاحظين حلقه دقن يا جدعان؟ انا مش مصدق نفسي، مش فاكر اخر فيديو كنت من غير دقن امتى. بس هو حلقه دقن، قولوا لي كده احلى ولا بالدقن احلى؟ اعتقد انا رايي بالدقن احلى، بس قولوا لي يعني. بس وش صغر قوي. المهم يعني النهارده ان شاء الله بعد ما عملت مقارنه السيارات، تصنيع السيارات في الدول العربيه او شمال افريقيا، الناس قالت لي في كومنتات سياره لاركي سياره مغربيه اصليه. ما انا قلت ما كنتش عارف ساعتها ان في المغرب عندها سياره مصنعه 100% صناعه مغربيه، ماركه مغربيه. قالوا لي لاركي. بصراحه دخلت وشفت وما شاء الله قريت عنها ان هي متسميه العراقي اللي هو اسمه صاحب الشركه عبد السلام العراقي. ده رجل اعمال مغربي يعني، هو اللي سمى الشركه باسمه وسمى العربيه باسمه والشركه دي مقرها الدار البيضاء. وغير كده في نوعين للعربيه، وعشان الشركه المغربيه دي عملت تعاون مع شركه لامبورجيني الايطاليه عشان تنتج سيارتين، البراك. والبراك ده احنا طبعا عارفين ده القطر تقريبا، هو مسمى البراك مشهور في المغرب. مش عارف صح ولا غلط، وضحوا لي يا جماعه تحت في الكومنتات. وفي فولجورا دي بعد ما الشركه المغربيه اللي هي شركه لاركي تبع صاحبه عبد السلام العراقي، اللي انا صراحه اتصدمت لما عرفت الحاجات دي. فان شاء الله نشوف لان ما شاء الله عارفين يعتبر المغرب في مجال العربيات بالذات ما شاء الله متطوره جدا. هي يعتبر اكتر دوله افريقيه ما شاء الله بتصنع. ممكن يكون مليون سياره، مش ممكن، وبالفعل وفي مسيرها كل سنه ما شاء الله انها بتكرر بتزود في المجال ده. فهنشوف مع بعض ونشوف سياره لاركي لعبد السلام العراقي. اتمنى الفيديو يعجبكم، متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وتقول رايك في الدقن كده احلى ولا من غير دقن. والمتابعين الجداد يخشوا يشوفوا الفيديوهات القديمه يشوفوا كده احلى ولا من غير دقن. بس انا بقول بدقن يعني، بس كده تحس ان البيبي فيس قوي. لمن لا يعرف عن سيارات لاراكي المغربية، سيارة لاراكي هي سيارة صناعة مغربية، وتعد السيارة العربية الوحيدة التي تم تصنيعها بأيدي عربية وبإشراف كامل عربي. هي مش السيارة الوحيدة، مصر عملت يا جماعة أول مصنع للسيارات في الستينات، أول مصنع أفريقي وعربي، شركة نصر معروفة. هي قفلت، وزي ما قلت لو اتفرجت الفيديو اللي فات أنا وضحت التفاصيل، وفتحت مؤخرا بهدف إن هي تبدأ تصنع عربيات كهرباء. سيارة محدودة التصنيع مثل سيارات لامبورغيني وفيراري بس طبعا عربيه نصر ده في مصر مش زي لامبورجيني، مش زي عربيه لاركي. طبعا لاركي ما شاء الله يعني متقدمه. مكتوب في العنوان ان في منها 9 في العالم بس. انت متخيل يعني من العربيات اللي هي ما شاء الله. وعلى فكره خطه تسويقيه حلوه جدا على فكره من الشركه، وذكاء من التسويق ان هي تسمع بالطريقه دي، زي مثلا لامبورجيني وفراري والعربيات اللي هي فاهم غاليه قوي، فلو مش اي حد يركب. وأسعارها تتجاوز 380 ألف يورو، وتم عرضها في العديد من المعارض العالمية الكبرى للسيارات تعد فخر الصناعة المغربية. لاراكي تأسست عام 1999 بيد السيد عبد السلام العراقي، والذي أطلق اسمه على الشركة التي مقرها بالدار البيضاء بنية إنتاج سيارات سوبر كار فاخرة. وهو مصمم مغربي بدأ عمله في تصميم اليخوت الفاخرة. كشفت هذه الشركة عن سيارتين اختباريتين، الأولى هي فولغورا تم الكشف عنها في معرض جنيف في عام 2002، وكشفت أيضا عن السيارة الاختبارية باسم البراق في معرض جنيف عام 2005. ولكن يعني لحد دلوقتي دول سيارتين اختباريتين. للأسف توقفت الشركة عن العمل في عام 2008، ولم تصل السيارتين لخطوط الإنتاج. لهذا السبب كان حضورها مفاجأة كبيرة في معرض بيبل بيش، خاصة وأنها حضرت معها السيارة الاختبارية. للاسف بس عارف لو الشركه دي لاركي فتحت دلوقتي اعتقد هي دلوقتي فاتحه فعلا وبتبدا تنتج، بس طبعا بالفئه يعني. هو مكتوب 9 في العالم بس، اعتقد تنتج. فزي ما الشركه بتقول لو نزلت دلوقتي هتكتسح في المغرب وهتكتسح في الاسواق الاوروبيه على فكره ما شاء الله. فهي للاسف نزلت في وقت كان لسه الدعم بالنسبه مثلا للدوله في المغرب مش زي دلوقتي، فالتوقيت ما خدمهاش. بس دلوقتي ما شاء الله إيبيتوم المرعبة، والتي تم بناؤها على شاسيه شيفروليه كورفيت C6 بهيكل خارجي مبني بالكامل من الكربون فايبر، وبذلك يصبح إجمالي وزن السيارة حوالي 1270 كيلوغرام. المذهل في السيارة هو محركها وقوته.
العربيه اصلا شكلها ما شاء الله جبار جبار، واي حد هيقول حسود ولا عين حسود فبقى اعمل له بلوك، لان انا بقول ما شاء الله وبنتكلم عادي، فمش عايز العقليات دي يا جدعان. يعني العربيه ما شاء الله فظيعه، وعلى فكره عربيه وزنها مش تقيل قوي عشان ده بتساعد في السرعه بتاعتها، فكل حاجه فاهم، كل حاجه متصممه ومتهندسه باعلى تفكير واعلى جوده. فهي مزودة بنفس محرك كورفيت سي 6، وهو محرك V8 سعة 7 لترات، ولكن حصل على تعديلات كبيرة في أجزائه الداخلية، إضافة إلى تيربو ثنائي. بهذا المحرك تستطيع السيارة إطلاق يا جدع ما شاء الله عربيه هيبه كده فاهم. ربنا وعدنا والله، ربنا وعدنا. 1100 بس بيقولوا ب 3 مليون يورو حاجه زي كده، رخيصه مش غاليه خالص. ثاني حصان. ولكن هذا ليس كل شيء، فقد أخبر متحدث الشركة مع موقع أوتوبلوج أن هناك المزيد. ففي هذه السيارة يوجد خزانين للوقود، أحد الخزانين مخصص لحفظ بنزين بأوكتين اعتيادي، والآخر مخصص لبنزين 110 أوكتين. بضغطة زر واحدة يمكنك استخدام الخزانين معا لكي تجعل المحرك يتلح القوة المذهلة 1750 حصان. يا جدع الله اكبر يا جدع، يعني خزانين. انا مش عارف هو قال دي تقريبا لدرجه سرعات على ما اعتقد. اخواتي المغاربه يا جماعه اللي فاهم في الحتت دي وقلتها تحت في الكومنتات، اعتقد دي سرعات فاهم، تضرب الخزانين كده ما شاء الله ما شاء الله. حقيقي يا جماعه عبد السلام العراقي حقيقي، واتمنى الحكومه المغربيه تكرمه الانجاز اللي هو عمله. تقول الشركة أنها تخطط لإنتاج 9 نسخ فقط من السيارة السوبر كار، سعر الواحدة منها يصل لمليوني دولار، أي حوالي 7,500,800 ريال سعودي. يا إلهي ما شاء الله. نحيي يا جماعة الناس اللي بتجتهد واللي بتعمل، يعتبر شركة خاصة انت فاهمني، يعني شركة لمهندس خاص هو اللي عامل الشركة دي وهو اللي بيديرها، مش تبع الحكومة فاهمني. تفرق الصراحة. زي مثلا شركة تونس، بس اللي صاحب الشركة التونسية اللي في الفيديو اللي فات كان لسه على قده شوية، مش عامل عربيات بالشكل ده يعني الصراحة. يعني نشوف فيديو تاني ونشوف جمالها وحلوياتها. نقفل كده. لاركي الصراحة هي فخر الصناعة المغربية يا جماعة ما شاء الله. بص الكاوتشات، التصاميم على احدث التصاميم واحلى التصاميم، ومن جوه شفتها من جوه. يعني انا اي حد مثلا عايز عربيه وانا محتاج مثلا صالون، بس هي مش عربيه عائليه قوي يعني فاهمني، عربيه تعتبر سبور اللي هي العربيات السريعه دي فاهمني. تعتقد هي بكرسيين بس زي ما انتم شايفين، كرسيين صح؟ كرسيين ولا 4؟ لا ده 4 والله، ده ينفع عائليه كمان. و4 شكمانات ومبردات. بس عارف بقى دي بقى لو كانت ايه في الجون، لو كانت كهرباء كانت فعلا عملت ضجه ونفس شركات كبيره وشركات لسه، عشان الكهرباء يعتبر هو يا جماعه المستقبل، عربيات الكهرباء دي. لاركي ديزاين كاليفورنيا، ده اعتقد معرض كاليفورنيا ده الاسم صح اقول فيه. روعه يا جماعه الصراحه. صالونها واسع وسرعتها زي ما انتم شفتوا من الفيديو اللي فات، فيها خزانين بنزين بقى كده وتسكت. 4 شكمانات والمبرد واللي هو الرادياتير اللي بيبرد العربيه، وشكلها سلمى من بره الخارجي تصميم ما شاء الله. حييهم يا جماعه. وعلى فكره التصميم هو ستايل، هو العربيات الواطيه العريضه فاهم، زي اللامبورجيني والفيراري والحاجات ما شاء الله دي، بس هو كتصميم بقى تشوف الشكل العام لا مختلف. هو فكره ان هو ايه، العربيه تبقى فاهم واطيه شويه وعريضه فاهمني زي بقيه العربيه، بس التصميم مختلف وجديد بصراحه رايق. بس لسه عربيات كده مش عارف بقى، اعتقد دي هتبقى العربيات اللي هي اعلى فئه، وفي الفئات الاقل هي اللي تبدا تنتج بفهم بطريقه بكثره يعني ان شاء الله. للاسف المعرض او الشركه قفلت 2008 زي ما التقرير اللي فات قال. لو كانت كملت كانت وصلت لحاجه كبيره دلوقتي على فكره مع الله. اي بي توم، مش عارف اي بي توم ده نوع الارك اي بي توم تقريبا ولا حاجه، ولا اخواتي المغاربه يا جماعه تحطوا في الكومنتات. واتمنى المايك يكون شغال لان لسه مغير حجاره، واتمنى يكون شغال. بس مش عارف هو عامل صاحب الفيديو عامل افكتات عشان بس تقريبا حقوق النشر حاجه زي كده. اتمنى ان شاء الله نشوف اول انتاجات ليها وتنزل السوق، وناس تعمل مثلا في كده، ناس تعمل ريفيوهات ومراجعات للعربيه نشوفها بقى على ارض الواقع. واتمنى ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل ان شاء الله عربيه لاركي والحاجات دي ان شاء الله باذن الله تضرب ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عاجبكم. الصراحه انا انصدمت الصراحه يعني بالعربيه دي. انا ما كنتش اعرف ان المغرب مصنعه عربيه، يعني بتصنع عربيات وعربيات جميله، بس مش تصميم او الصناعه المغربيه ال 100% او الماركه المغربيه
ده اللي انا الصراحه اتصدمت فيه وانبهرت فيه. ما شاء الله كملوا. عبد السلام العراقي حقيقي الصراحه، وان شاء الله نشوف الاصدارات دي على ارض الواقع، ونشوف بقى الناس شارياها بجد وسايقاها بجد ان شاء الله باذن الله. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عاجبكم، مش تعمل لايك شير سبسكرايب، ولو عايزين اشوف حاجات معينه انا اول مره اشوفها اكتبوا تحت في الكومنتات. وبس كده، ودينا بننوع يعني مقارنه فيديو كده، مثلا فيديو تيك توك، شوف الفيديو تيك توك اللي فات ممكن يعجبكم بقى، هيعجبكم المحتوى ده ولا لا، بس انا هو زي بنوع كده يعني عشان بس ايه الناس ما تزهقش، وان شاء الله في محتوى مختلف جدا جدا جاي ان شاء الله في الطريق، بس مش دلوقتي يعني شويه كده. اتمنى الفيديو كان عجبكم، ما تنساش تعمل اشترك في القناه وتكتب رايك في التعليقات. احلى مسا عليكم، سلام. With